من بعد ما لقينا دوك العظام ديك الحفرة، تبدل الجو كامل في المعسكر. المعلم العياشي يجمع العظام بالزربة وحطهم في ميكاك حلاو، دخلهم البراكة ديالو. ومن داك الوقت ولا كيراقبنا، مبغاش نهضروا مرة أخرى في هذاك الموضوع ولا نهضروا على داكشي اللي شفنا. مع الغروب ديال الشمس تبدلات الغابة، الظلام هبط بسرعة غير طبيعية، والبرد البرد جهد، حتى النفس ديالنا ولا كيبان بحال الدخان. قربات 9 ديال الليل، جا العياشي حتى لباب البراكة، كان شاد ساروت من الحديد كبير، وقال لينا قربات 10. القوانين اللي قلت لكم ماشي غير هضرة. هو يشير بصبعو للباب، سدوا الباب مزيان وما يخرج حتى واحد، واخا تسمعوا اللي سمعتو ولا واخا تشوفوا اي حاجه ما تخرجوش، مفهوم؟ من بعد خرجوا وسد الباب على برا واحد القفل كبير من الحديد. بقينا حنا شي 10 اللي محبوسين لداخل. شعلنا شمعة صغيرة هي اللي كانت منورة البراكة، وريحة الرطوبة والخشب قديم. ملي دازت 10 فراشيت الشمعة كيف ما قال لنا العياشي. غرقنا في الظلام والسكات، حتى الصوت ديال التنفس ديالنا كنا كنسمعوه. كل واحد كان حاس بان شي حاجه غادي توقع. وصل نص الليل، بداو الاصوات. ما كانش اصوات ديال الحيوانات، كانوا خطاوي كتقرب لينا شويه بشويه. برا البراكه كتمشى فوق دوك الوراق اليابسه، ومن بعد كتوقف وترجع تمشى مره اخرى. شي حاجه كتمشى مورا البراكه، كتضرب علينا دوره كامله مورا البراكه وما عرفناش اش داكشي. شويه سمعنا صوت بحال الضفار كيخبشوا في الخشب اللي على برا. واحد الشاب سميتو عاجل بدا كيترعد وبدا كيقرا القران بصوت منخفض. رشيد قرب منه بسرعه وحط يدو على فمو وقال ليه اسكت صاحبي، ما تخرج حتى شي صوت، اسكت. وفي ديك اللحظه تبدل الصوت ولا بحال شي همس. هاد الهمس كان جاي مورا الحد ديال الخشب قريب بزاف. والمصيبه شنو هي؟ المصيبه انه كان كيعيط بالاسماء ديالنا. سمعت سميتي بوضوح: ياسين، ياسين خرج ولدي، الفلوس كاينين هنا، امك محتاجاك، خرج. تجمد الدم في عروقي. الصوت كان قريب بزاف من صوت ديال الوالد، ولكن كان فيه شي حاجه غريبه، شي نبره ماشي ديال البشر. بقيت ساكت وحاولت ما نجاوبش. من بعد فهمت بان كل واحد فينا كان كيسمع صوت شي شخص عزيز عليه. شي كيسمع صوت امو، شي كيسمع صوت باه، شي كيسمع صوت خوه ولا اختو. بحال داكشي اللي على برا كان عارف التفكير ديالنا وفاش كنا كنفكروا. عمر اللي لقى الجمجمه في النار ما قدرش يتحمل، عينيه باين فيهم الخوف، وبدا غادي للباب وهو كيعيط: اختي، اختي كتعيط ليا، خاصني نخرج. انا ورشيد شديناه من حوايجه وطيحنا للارض، وبقينا سادين ليه فمو باش ما يغوتش. وفي ديك الثانيه سمعنا واحد الغوطه كتخلع من على برا. غوطه ما كانش ديال الانسان. شويه تبعتها واحد الضحكه غريبه خلات الشعر ديالنا يوقف. شويه سمعنا ديك دردلاخ، خبطه كانت قويه في الباب حتى تزعزعات البراكه كامله، وطاح جوج الواح من السقف. بقينا كاملين لاصقين في بعضياتنا، حتى حد فينا ما نطق بتا شي كلمه، غير كنا كنتسناو الفجر. ومن بعد سوايع دازو بحال السنين.
بدا اول ضو ديال الصباح كيدخل من بين الشقاقي ديال الخشب. شويه بشويه تختفوا اصوات، ورجعت الغابه كيف كانت، حيلة عمرها وقعت فيها شي حاجه. ولكن حنا عرفنا ان الليله الاولى كانت غير البدايه، وان الرعب الحقيقي مازال ما بداش. وصل الفجر، سمعنا الصوت ديال السناسل ديال الحديد كتحرك على برا. ومن بعد شي واحد حل علينا الباب. فتح الباب ودخل المعلم العياشي، كان شاد في يدو فاس الصغير وكيشوف فينا واحد بواحد بحال كيحس بنا. كنا كاملين ناعسين فوق الارض، عينينا وجوهنا كانت مخطوفه، واثر الخوف باقي باينه فينا. العياشي خرج على برا وشاف الباب كان عامر بدوك الخدوش، بحال شي حيوان عملاق حاول يدخل بالليل. ولكن الغريب انه العياشي ما تحركت فيه حتى شي حاجه، بحال كان متوقع هادشي اللي غادي يطرا. رجع لينا وقال لينا ياك بعدا كلشي باقي حي. سكت شويه ومن بعد زاد قال مزيان، هكا كيبانو الناس اللي كيعرفوا يحترموا القوانين. يلا خرجوا دابا للخدمه، اليوم غادي نخدموا في الجهه السفليه. خرجنا ولكن رجلينا كانوا باقين كيترعدوا. واول ما وصلنا ساحه المعسكر انتبه راشد لشي حاجه. قال لي فين مشى مصطفى؟ مصطفى كان هو الراجل اللي كان مقابل الماكله والماء، ولكن ما كاين بين حتى بلاصه. مشينا انا ورشيد وعمر حتى البراكه الصغيره اللي كان كينعس فيها. لقينا الباب محلول، دخلنا والمنظر اللي شفناه خلعنا. طابله كانت مقلوبه، كاس ديال اتاي مهرس فوق الارض، وحدا الباب كاين اثر ديال الدم غامق مجروع على الارض وغادي جهه الغابه. قبل ما نهضروا دخل العياشي بسرعه وسد الباب وقال لينا هو تيغوط شنو كديروا هنايا؟ رجعوا للخدمه دابا. قربت منه وما قدرتش نسكت، قلت ليه فين هو مصطفى؟ شنو هو هاد الدم هذا؟ انت عارف ان هاد الغابه فيها شي حاجه وكتعمد انك ما تقول لينا والو. قرب مني حتى ولا وجهو قريب من وجهي وعيني كانوا حمرين، وقال لي فودني مصطفى خرج بالليل، خرق اول قانون، وهنا اللي كيموت ما كيسول عليه حتى واحد. من بعد زاد قال لينا الا بغيتي ترجع تشوف والديك وتشوف داك الراتب سد فمك وخدم، حيت الا بقيتي كتسول بزاف المره الجايه غادي يكون الدم ديالك هو اللي فوق هاد التراب. الكلمات ديالو دخلوا لقلبي بحال الموس. رجعت للخدمه ولكن من داك النهار ما بقى حتى واحد فينا كيحفر باش يخدم. كنا كنحفروا بحال كل واحد فينا كيحفر قبرو بيديه. في العشيه وانا خدام في الجهه الغربيه ضرب الفاس ديالي في شي حاجه قاصحه، حبست وبديت كنحيد التراب بشويه بشويه. خرج ليا صندوق صغير ديال الخشب، كان مغلف بالحديد مسدود بسناسل صغار وقف القديم مصدي. دورت دوره بعيني باش نتاكد ما كيشوفني حتى واحد. شديت الصندوق بالزربه وخبيته تحت حوايجي. ما كنتش عارف اش فيه ولكن كان عندي احساس قوي ان السر الحقيقي ديال هاد الغابه والسبب اللي جابونا على قبله يمكن يكون مخبي داخل هاد الصندوق المدفون تحت الارض. رجعت للبراكه في العشيه وانا حاط يدي على صدري، حيت الصندوق كان مخبي تحت الحوايج ديالي. كل خطوه كنت كنديرها كان قلبي كيدق بقوه وخايف غير العياش يشك فيا. سنينا حتى طاح الليل، وكيف العاده سدت الباب من على برا وتسمعت السناسل عاود تاني.
ومن بعد سد علينا الباب بالقفل. ملي تاكدنا بلي العياشي مشى للبراكه ديالو، خرج رشيد شمعة صغيره كان مخبيها، شعلناها وجلسنا كاملين في دائره. خرجت الصندوق وحطيته وسطنا. رشيد اول ما شافو تبدل وجهه وقال: ياسين، هاد الصندوق ماشي عادي، يقدر يجيب لنا المصايب. الا شدنا العياشي راه غادي يقتلنا كاملين. شفت فيه وقلت ليه: المصيبه راه حنا عايشين فيها دابا. مصطفى اختفى والدم كان قدام البراكه، وحنا ما عارفينش اصلا اش كنبنيو. خصنا نعرفوا الحقيقه قبل ما تجي نوبتنا. خرجت عتله صغيره من الصاك ديالي، دخلتها في القفل المصدي وبديت كنضغط عليه بقوه. فتحنا داك الصندوق بشويه، ما كان لا ذهب لا فلوس. داخل الصندوق كان دفتر قديم مغلف بالجلد كحل، وعليه نفس الرموز الغريبه اللي لقينا في الفخار. وكانت مع جوج وراق مطويين وراديو صغير قديم باين عليه خاصر. شديت الدفتر وحليته. الكتابه كانت بخطيت، وفي بعض البلايص كان كاينه بقع غامقه وما عرفناش واش دم ولا شي حاجه اخرى. بديت كنقرا بصوت منخفض والدراري كاملين ساكتين كيسمعوا. اكتوبر 12 2018. انا سميتي مهدي، ميكانيكي من مكناس. جابونا لهاد الغابه بحجه اننا غنخدمو في مشروع بناء وبصالير كبير. كنا 15 لواحد. في الاول ظنينا اننا غنبنيو شي محميه ولا شي مشروع سري، ولكن بعد 3 الاسابيع عرفنا الحقيقه. قلبت الصفحه وكملت. هاد البلاصه ماشي عاديه. هاد الغابه فيها شي حاجه قديمه مدفونه من قرون. الشركات اللي كتجي لهنا ماشي شركات عاديه، كيخدموا عند شي قوه ماشي ديال البشر. السور اللي كيبنيو العمال ماشي باش يحمي شي مشروع. السور جزء من طقوس قديمه كيحتاج العيا والدم والارواح ديال العمال باش يغدي حارس الغابه. وفي المقابل الناس اللي واقفين ورا هاد الشي كياخدوا الثروه والسلطه. قلبت الصفحه الاخيره، كانت مقطوعه من الفوق، ولكن لتحت بقات جمله واحده مكتوبه بخط كبير، وكأن داك اللي كتبها كان خايف بزاف: الا لقيتي هاد الدفتر ما تكملوش في البني ديال السور، حيت الا سالا السور غادي تحل الباب، ومن بعد حتى واحد ما غادي يخرج حي من هاد الغابه. سكتنا كاملين، حتى النفس ما بقيتش كناخدو براحتي. رشيد هبط على ركابيه وقال: يعني حنا ماشي خدامه، حنا قربان. وفي ديك اللحظه طفات الشمعة بوحدها. سمعنا خطاوي فوق السقف ديال البراكه، خطاوي كتمشى بشويه بحال شي حاجه كتمشى فوقنا. ومن بعد سمعنا صوت الضفار ماضيين كيخبش في الخشب، شي حاجه واقفه مباشره فوق ريوسنا. تجمدنا كاملين في بلاصتنا. الظلام والبرد، اما الصوت اللي كان فوق السقف فكان كيزيد يقرب. رشيد كان حدايا كيترعد وكيتمتم. شويه سمعنا صوت العياشي من على برا، ولكن هاد المره ما كانش كيهضر بطريقه اللي تعودنا عليها. كان كيضحك وقال لينا: قريتوا المذكره ديال مهدي ياك ياسين؟ تخلعنا كاملين، ما سمع حتى واحد فينا الخطوات ديالو هو كيقرب، وكمل كلامه وهو كيضرب بعصا على الباب. المهدي كان ذكي، ولكن كان كيفكر بزاف بحالكم دابا. وسكت شويه ومن بعد قال: الفلوس اللي عطيناكم من الاول ما كانش غير خلصه، كان الثمن ديالكم.
كل واحد فيكم باع راسو. واحد الشاب سميتو عمران ما قدرش يتحكم في راسو، وقف وجرى حتى الباب وهو كيغوت: ياك المجرم فتح الباب، غادي نخرجوا من هنا ونحاسبوك على كل شيء. العياش يضحك ضحكه طويله ومن بعد قال: تخرجوا؟ باقي غير 2 متر ويسالي الصور، واليوم القمر راه كامل والغابه خاصها قربان جداد. وسكت وزاد عاوتاني قال: استعدوا، الحارس وصل. من بعد اختفى الصوت ديال الخطوات ديالو، وفي نفس اللحظه شقق السقف وطاحت واحد القطعه كبيره ديال الخشب، دخل منها الهواء وريحه خانزه بحال ريحه شي جثه قديمه. زينا راسنا للفوق وشفنا 2 عيون كبار كيضويو بلون صفر غريب، ما كانوا لا ديال الديب ولا ديال الدوب ولا حتى شي حيوان معروف، غير العيون كتراقبنا. شويه غوطات واحد الغوطه مرعبه هزت المعسكر كامل. الدراري بداو كيجريو كل واحد كيقلب على فين يتخبى. شديت الفاس اللي كان حدا الباب، وقفت قدام رشيد وحد الدراري، واخا رجليا كيترعدوا غوت باعلى صوت: ما تخافوش، الا كان الموت هو اخر طريق نموتو واقفين، وما نخليو حتى واحد يقدمنا قربان بلا مقاومه. وفي ديك اللحظه نقص داك الكائن من السقف ودخل البراكه، وهنا بدات المعركه الحقيقيه بين الحياه والموت. اول ما هبط داك الكائن وسط البراكه الارض كلها تزعزعت تحت رجلينا. الشمعة كانت طافيه ولكن الضوء ديال القمر باين كان كافي باش يبين لينا الشكل ديالو. كان عملاق كيخلع، الجسم ديالو كامل مغطي بالشعر، يديه طوال بزاف حتى كيوصلوا للارض، وضفارو كانوا طوال. شويه مبقيناش كنسمعوا عمران. الكائن هجم عليه بسرعه، الدراري تفرقوا وسط البراكه وكل واحد كيقلب على فين يهرب. رشيد كيغوت: ياسين طلع من الفتحه ديال السقف. شديت الفاس بجوج يدين وضربت بها الكائن كل ما اوتيت من قوه، ضربته في ظهره قريب للعنق. داك الكائن كان كيغوت، ما يمكنش على غوطات كتخلع بحال شي صوت ديال الانسان مخلط بالزائر ديال الاسد. دار جهتي، دوك العينين الصفرين اللي كانوا كيضويو في الظلام كانوا عامرين بالحقد. قبل ما نوي ندير اي حاجه ضربني بيديه الطويله، حسيت براسي طرت في الهواء وتخبط بقوه مع داك الباب ديال الحديد. الالم كان قوي حتى حسيت بحال ضلوعي تهرسوا. دوك الثواني اللي كنت مشغول فيها مع داك الكائن عطات الفرصه لرشيد وعادل جراو بسرعه، شبتو بداك الخشب اللي بقى في السقف وخرجوا لبرا. رشيد بقى كيغوت: ياسين نوض، شديت يديا. الكائن بدا كيقرب مني من جديد، كان كيمشي بشويه وكل نفس كيخرج منه كان كيجيب معاه ريحه الموت. الفاس بقات مغروسه في ظهرو. شفت الصندوق ديال الخشب حدا رجلي، شديت الطفطه بسرعه وخبيته تحت حوايجي. تحملت الالم وجريت بجوج خطوات، طلعت فوق واحد الصندوق قديم كان جنب الحيط، ومن فوقو نقزت بكاع الجهد اللي عندي. رشيد مد لي يدو وشدني وطلعني فوق السقف. وقفنا فوق البراكه وبدينا كنشوفوا الساحه ديال المعسكر. الضباب كان مغطي كلشي، وفوقنا كان كيبان القمر كبير لونه احمر منور السما بطريقه كتخلع. وفي الساحه كان واقف المعلم العياشي في يدو واحد اللمبه شاعله، وحدها 2 كلاب كحلين كبار وعينهم كيضوي بنفس اللون الصفر اللي كان في عينين داك الكائن. هز راسو وسافنا فوق السقف وابتسم ابتسامه بارده.
ومن بعد غوض طلعتو فوق السقف مزيان. على الاقل غادي تشوفوا النهايه بعينيكم قبل ما تموتوا. بدا السقف ديال البراكه كيتهز تحت رجلينا. الكائن اللي كان لتحت بقى كيضرب في السقف براسو وبالطفار ديالو، والخشب بدا كيتشقق. عرفنا ان ما بقى ليناش الوقت. غوت نقزو للجهه الاخرى، جريو لجهه الشجر. انا كنت شاد صدري وشدت الالم، ولكن الخوف كان اقوى. نقزنا كاملين من فوق السقف. الطيحه كانت قويه ولكن ما حسينا بوالو. اول ما هبطنا للارض سمعنا العياشي كيغوت بالقوم، وفي نفس اللحظه جوج كلاب كحلين كيجريو من ورانا. هنا بدينا كنجري جريات الموت. الضباب كان بزاف حتى ما بقيناش كنشوفو قدامنا. كنا كنجريو بين الشجر بلا وجهه. الجذوع ديال الشجر كيضربوا لنا في وجهنا، والشوك كيجرح يدينا، وكل خطوه كانت ممكن تطيحنا. من كل جهه كنا كنسمعوا نباح ديال الكلاب، والصوت العياشي كيدوي وسط الغابه. عاجل كان كيجري وهو يطيح. غوط، ياسين، رشيد، عاونوني. رجعنا عنده بالزربه، شدينا باش نوقفو، ولكن قبل ما نتحركو خرجوا لينا جوج كلاب كانوا قراب بزاف. اول واحد نقز على عاجل وغرس سنانو في رجليه. غوط عاجل غوطه خلات قلبي يتقطع. شديت حجره كبيره من الارض وضربت الكلب على راسو بكل قوه. تراجع داك الكلب وهو كيغوط، ورشيد شد الجدع ديال الشجره غليظه وضرب به الكلب الثاني حتى رجع للور. شدينا عاجل من كتافو وجرينا معنا. بقينا كنجريو حتى وصلنا لواحد البلاصه مخبيه. دخلنا ليها وتخبينا، وكل واحد فينا كان كينهج بصعوبه، وحطينا يدينا على فمنا باش ما تسمعش النفس ديالنا. من بعد لحظات سمعنا خطاوي، كان العياش قريب بزاف. وقف شويه وقال عارفكم قراب، هاد الغابه ديالي، وكل خطوه كديروها الارض كتقول لي شنو كاين. سكت شويه من بعد زاد قال الفجر قرب، ولكن القمر مازال كاين. بقينا ساكتين، ما تحرك حتى واحد. من بعد دقائق ما بقيناش كنسمعو. خرج داك الدفتر من تحت حوايجي، يجي كان كترعد. حليت الصفحه الاخيره تحت ضوء القمر، وفي ديك اللحظه لاحظت شي حاجه ما كنتش شفتها من قبل. كانت مرسومه خريطه صغيره ديال الغابه، ووسطها كاينه واحد العلامه اكس، وحدها مكتوب بخط صغير مكان الرمز الاكبر. رشيد قرب مني وشاف الخريطه. من بعد شاف فعاجل اللي كان مرمي في الارض، ورجلو كلها دمايات، وقال لي يا ياسين. عاجل ما بقاش قادر حتى يوقف، وخصنا نمشيو لهاد البلاصه. شفت فعاجل كان قرب يفقد الوعي، ومن بعد شفت فراشيد وقلت ليه الا بقينا هاربين بلا هدف العياشي غادي يشدنا، ولا داك الكائن غادي يلقانا ويقتلنا. وشديت داك الدفتر وكملت. كاين غير حل واحد، نمشيو لهاد العلامه. الا قدرنا نهرسو داك الطقوس قبل ما يكمل الصور، يمكن تكون هذه هي الفرصه الوحيده باش نخرجوا من هاد الجحيم حيين. ربطت الجرحه ديال عاجل واحد كنينكس، شديتو مزيان باش نحبسو الدم اللي كان كينزف من رجلي. حل عيني بصعوبه وشاف فينا بالنظره ديال واحد عارف بلي النهايه ديالو قربات. شد لي يدي وقال لي بصوت ضعيف ياسين خليني هنا، خبيوني مزيان في هاد البلاصه.
الا جيتوني معكم غنولي غير حمل ثقيل عليكم وغادي يشدونا كاملين. سكت شويه من بعد زاد قال سير انت وراشي كملوا الطريق وخذوا لينا حقنا من داك المجرم. رشيد دمعت عينيه ولكن ما كان قدامنا حتى حل اخر. غطينا عاجل بدوك الجذوع اليابسه دوك الوراق اللي كانوا طايحين وخلينا عنده شويه ديال الماء ومن بعد خرجنا. انا ورشيد تبعنا الخريطه اللي كانت في الدفتر. كل ما كنا كنكملوا في الطريق كل ما كانت الغابه كتولي اغرب. الشجر ما بقاش كيشبه الشجر، الجذوع ديالو كانوا لاوين بحال اجساد الناس كيتعذبوا، حتى الضباب تبدل ما بقاش ابيض والله رمادي غامق وفيه ريحه خانزه كتخنق. الارض اللي كنا كنمشيو فوقها كانت سخونه بطريقه غريبه وكنا كنسمعوا همسات وزفير بحال الغابه براسها كتنفس. شويه تحيد الضباب وبانت قدامنا ساحه كبيره مدوره وسط الغابه. وقفنا بلا حركه. في وسط الساحه كان كيبان واحد البير قديم مبني بالحجر ودايرين به 4 ديال الساريات من الحجر، كل سارية فيها نفس الرموز اللي شفنا في الفخار وفي الدفتر، وكل سارية خرج منه سلك ديال النحاس غليظ. دوك السلوكة كانوا داخلين في الارض ومرتبطة مع السور اللي كنا كنبنيو في المعسكر. رشيد همس هو كيشير بيدو. شوف يا ياسين، حدا هاد البير كاين واحد المذبحة ديال الحجر كان عامر بالبقع ديال الدم قديمة وبقع اخرى باين عليها جديدة. وفوق ديك المذبحة كان واحد التمثال صغير مصنوع من النحاس والقصدير. الشكل ديالو كان كيشبه داك الكائن اللي هجم علينا، وحده كانوا شي جماجم صغار ديال الحيوانات ومعاهم جماجي ديال البشر. قربت بشويه للبير وشفت لتحت، ما كانش فيه لا ماء لا والو، كان غاد الظلام وما كانش ظلام عادي، كان داكشي كيتحرك بحال شي سائل كحل. ومن الداخل كان خارج نفس الصوت اللي سمعناه في الليله الاولى، داك النفس الثقيل اللي كيخليك تحس ان اي حاجه حيه مخبيه في القاع. وفي ديك اللحظه طلع الشعاع احمر قوي من جهه المعسكر، وسمعنا صوت العياشي كيدوي في الغابه كامله وهو كيضحك بحال شي يبيل. الصور ساعله. اخر حجر تحط في بلاصتو، دابا الباب غادي يتحل وولاد الغابه غادي ياخدو النصيب ديالهم. شويه بدات الارض كلها كتزعزع تحت رجلينا، والساريات ديال الحجر بدا كيخرج منها ضوء احمر قوي طالع للسما بحال شي شعاع ديال النار. بدات الارض كتحرك تحت رجلينا بحال الجبل كامل كيهتز من الداخل. الضوء الاحمر اللي كان خارج من الساريات ديال الحجر ولا اقوى، والخيوط ديالو تشابكوا فوق السما حتى بان بحال شي قفص كبير من الضوء. داخل البير داك السائل الكحل بدا كيطلع بشويه بشويه، كان كيشبه القطران كيغلي ويطلع منه دخان سخون بريحه الكبريت. في وسط هاد المشهد سمعنا صوت العياشي كيقرب، خرج من بين الضباب شاد لمبه شاعله، وورا كان داك الكائن مرعب. الفاس اللي ضربتو بها مازال مغروسه في دورو، والدم الكحل كان كيسيل من الجرح ديالو. وقف العياشي قدام البير ورفع يدو للسما وغوت بصوت مبقاش كيشبه صوت البشر. تعطلتو بزاف. الصور سهله ودم عمران ومصطفى والباقي. اليوم هاد الارض غادي ترجع لمواليها. رشيد رجع للور وهو مرعوب حتى طاح على ركابي. اما انا وسط هاد الفوضى كامله حسيت بحراره غريبه في صدري. تفكرت الوالد وتفكرت الوالده وتفكرت عمران وعاجل، وكل واحد مات بسبب هاد الجحيم. شديت الدفتر وحليت اخر صفحه
كانت مطوية وما كنتش شفتها من قبل. قربت بسرعة. الكائن ما يقدرش يخرج كامل حتى يكمل الطقس بدم الراعي. الصوت كيجمع القوة، ولكن البير خاصو آخر قربان، وقربان الخاتمة هو الراعي اللي فتح الباب. هزيت راسي وشفت العياشي. أول ما شاف الدفتر في يدي تبدل الوجه، بدا الخوف بين عينيه، وانا نقول ليه: العياشي، انت ماشي السيد ديال هاد الطقس، انت هو القربان الاخر. ما يجي يكتب الحقيقة كاملة. البير ما غاديش يتسد حتى ياخد دمك انت.